نظم عدد من عصابات المرتزقة وقطاع الطرق بزعامة بن بطوشة يوم أمس الأحد تجمعا بمنطقة تيندو خصص لمهاجمة وتوجيه اتهامات لدولة الإمارات. ابن بطوش وبتعليمات من شنقريح وتبون لم يتردد في الهجوم على دولة الإمارات العربية بسبب دعمها لمغربية الصحراء. بن بطوش جمع حولهم عددا من المرتزقة وأخذ يعيد الأسطوانة التي لقنها له الكابرنات والمتعلقة بالأطروحات الانفصالية دون زيادة أو نقصان. وأمر بن بطوش دولة الإمارات العربية بإعادة النظر في موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية والتراجع في دعمها لسيادة المملكة على أراضيها الكاملة، ناسيا أو متناسيا أن هذه الدولة تعد من أكبر وأقدم الدول الداعمة للقضية الوطنية والأولى للمملكة. هذا ويشار إلى أن دولة الكابرنات لا تتردد في اتهام دولة الإمارات بالتحالف مع المغرب ضدها في عدد من القضايا ومن بينها قضية الصحراء المغربية. يبدو أن المعطيات الجيوسياسية الحالية والتفاهمات الدولية والإقليمية قيد التشكل بمنطقة الساحل والفضاء الإفريقي الأطلسي قد سرعت من وتيرة تنزيل المبادرات المغربية الاستراتيجية تجاه دول الساحل والرامية لتحقيق التقارب السياسي والاقتصادي المشترك، لا سيما بعدما أبدت الدول الأعضاء استعدادها التام لمباشرة التنزيل الفعلي للمقترح الملكي المغربي على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي بانغول، والتي كانت مناسبة لعقد اجتماعات ثنائية بهذا الخصوص وإبداء ارتياح مهم سيتوج باجتماع رفيع المستوى تحتضنه المملكة قريبا. وعلى الرغم من اصطدام المبادرة الملكية بصعوبات مرتبطة بغياب الاستقرار وضعف البنى التحتية بعدد من دول الساحل بما فيها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، إلى أن طموح تمكينها من الدخول مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيها الذي سطره الملك محمد السادس سطر اهتمامها بشكل كبير ويتماشى مع التوجه المغربي الذي يبحث تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتها ومستقبلها. في هذا السياق أعلنت بوركينا فاسو رسميا عن قرب موعد انتقال مجموعة دول الساحل وموريتانيا إلى مرحلة تطبيق العمل للمبادرة الاستراتيجية الأطلسية لدول الساحل المنبثقة عن الرؤية المغربية التي أطلقها العاهل المغربي لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال تعاون جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح. بعد أن دعت السلطات الفرنسية قبل نحو أسبوع إلى وقف دعم المغرب في الصحراء، عادت جبهة البوليزاريو الانفصالية لتؤكد تراجع الاهتمام الأوروبي الإسباني تحديدا عن دعم موقفها فيما يتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء. جاء هذا التأكيد على لسان الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي الذي سجل وجود تقاعس داخل البرلمان الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، متهما المغرب كالعادة بالتأثير على مواقف برلمانيين أوروبيين أو وفقا لتعبيره قبل أن يعود للحديث بتفصيل عن القرار الإسباني تجاه ملف الصحراء المغربية. وأورد غالي ضمن كلمته على هامش فعالية مهرجان سينمائي بتيندوف أن هنالك عجزا حتى من البرلمان الإسباني والأحزاب السياسية عن فهم أسباب تغيير الموقف الذي دام لمدة 40 سنة ماضية، مبرزا تعويل الجبهة على المجتمع المدني الإسباني والحركات التضامنية التي تظل العلاقة معها وطيدة ونأمل أن يكون لها تأثير كامل حتى يعود رئيس الحكومة إلى صوابه.
استنجاد جبهة البوليزاريو بالمجتمع المدني والرأي العام الإسباني قرأه متخصصون أنه رفع للراية البيضاء من قبل الجبهة التي باتت فاقدة للبوصلة داخل الأوروبي الذي صار يدعم الرؤية المغربية من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، فضلا عن كونه من ناحية ثانية تحريضا ضد السلطة السياسية الإسبانية ومحاولة لاستعادة تعاطف الرأي العام الإسباني الذي اكتشف حقيقة الجبهة. في تعليقه على الموضوع قال محمد سالم عبد الفتاح مهتم بقضية الصحراء والجوار المغاربي إن دعوة إبراهيم غالي للمجتمع المدني الإسباني تظل محاولة يائسة من أجل الحد من التراجع الكبير الذي باتت تعرفه الدعاية الانفصالية والتغير الكبير الذي يشهده الرأي العام الإسباني الذي بات يتجه نحو دعم وتأييد المقاربات الإسبانية البراغماتية مع المغرب وترجيح كافة الرباط في علاقة مدريد مع دول جنوب المتوسط. أفادت صحيفة أتالاير الإسبانية بأن المغرب أصبح المصدر الرئيسي في قطاع السيارات للاتحاد الأوروبي بعدما تجاوز الصين واليابان والهند، مستعينا بالمصانع الحديثة والمجمعات الصناعية والموظفين المؤهلين وتكاليف الإنتاج المنخفضة التي تعزز إنتاج المغرب السنوي من المركبات. وتمكن المغرب من إنشاء نسيج تجاري قوي حيث استطاع في العام الماضي إنتاج أكثر من 535 سيارة. وأوضحت الصحيفة أن مساهمة قطاع السيارات في الاقتصاد المغربي بلغت 13.7 مليار دولار، إذ حققت الصادرات نموا بأكثر من 30% في عام 2023، مضيفا أن الموقع الاستراتيجي والاتصالات مع أوروبا هما من الميزات الكبيرة التي تمتلكهم المملكة، حيث تقع على بعد 14 كيلومترا فقط من إسبانيا ويعتبر البوابة من أوروبا إلى إفريقيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب تجاوز البلدان المنتجة للسيارات مثل الصين واليابان والهند، وكلها قوى عظمى اقتصادية والمنافسون التقليديون للإنتاج في هذا القطاع. في المقابل أصبح المغرب أهم مورد ومطور في إفريقيا فيما يتعلق بقطاع السيارات. وتمثل مبيعات هذه العلامات التجارية 88% من إجمالي عدد المركبات المطورة، حيث أن استثمار أفضل الشركات متعددة الجنسيات المعروفة في المغرب ليست مصادفة، بل أدى اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي بفضل التجارة الحرة إلى تفضيل وترسيخ العرض المغربي وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين الجدد.